أول تصريح من كيليان بابي بعد خسارة ريال مدريد أمام فياريال ب3 أهداف ل2. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنتم من عشاق النادي الملكي ريال مدريد، فضلا وليس أمرنا الاشتراك في قناتكم والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. انهزم الميرينغي داخل ملعب سانتياغو برنابيو أمام نادي فياريال في الليغا ب3 أهداف ل2. وخرج الفرنسي كيليان بابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي بتصريح مثير، حيث قال: ريال مدريد يبقى نادي قوي جدا بالرغم من الهزيمة. هزيمته أمام نادي فياريال لا يستصغر منه، لأن في كرة القدم مرة تفوز ومرة تنهزم، وهذا هو قانون اللعبة. أظن أن خسارة ريال مدريد أمام فياريال راجع إلى العياء الذي خلفه الكلاسيكو، لأن اللاعبين لم يكونوا في حالتهم المعتادة، وبالتالي فياريال استغل الفرصة ليقتنص الهزيمة ويفوز في المباراة. دائما يسألونني عن مستقبلي مع ريال مدريد، إنني مركز حاليا مع فريقي الحالي باريس سان جيرمان ولا شيء غير ذلك، وعندما أتخذ خطوة أخرى سأخبر الجميع بها. مشاهدينا الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول تصريح كيليان بابي. شكرا على المشاهدة.